بص يا سيدي، اصلا انا كنت يعني اكتر واحد سب الشيعة في حياته. بكلمك بامانه مم. الله يعني. نعم. كنت اسبهم واقول ايه شويه المجانين دول اللي بيعبدوا قبور. لان الفكره اللي كانت واصلاني يعني ان ايه بقى، شوف الجهل بتاعي، عشان انا بقول لهم كنت حمار كبير محدش مصدقني. كانت واصلاني حشا. الفكره ان الجماعه الشيعة دول بيقولوا ايه بقى، بيقولوا ان الرساله كانت نازله على سيدنا علي، فسيدنا محمد سرقها منه. فانا كنت فتره عندنا احنا مسجد سيدنا الامام الحسين في مصر. مم. الحكومه لما تحب تداعب الشعب يعني وتروق عليه كده وتبسطه، تبني له مقام لآل البيت كده تجدده له. نعم. فمن فتره كده كنت انا كان في التجديد الاخير بتاع مقام سيدنا الامام الحسين. مم. فمكان دفن الراس الشريف عندنا احنا في مصر، حضروه مم. كده ناس من الدوله يعني، فكانوا عاوزين حد يفتح مكان دفن الراس الشريف دوت عشان يعملوا الترميم يعني، النظافه اللي بتحصل في المكان عامه يعني. ف وانا كنت برضو ايه، خلي بالك سني وشايف ان ده جهل. فاكرمنا مم. الله وكنت من الناس اللي بيفتحوا في المكان ده. ففي تربه في الارض، تربه في مم. الارض اللي هي مكان المفروض الراس الشريف اللي كان مدفون فيها. فلميت مم. التربه دي فلقيت عليها بعض قطرات من الدم. اقسم بالله وحياه اولادي ما اوعى اشوفهم بعيني ولا يصبح عليا صبح لو اكذب في كلمه او ابالغ فيها. الله أكبر. أشهد أن لا شفت إله بعض إلا الله. قطرات الدم. فانا قلت، فبقول للراجل اللي معايا بقول له ايه ده في دم يا عم، في حد متعور؟ فراح قال لي لا ده شهيد يا عم، ده كان في شهيد هنا، راس سيدنا الامام الحسين. قلت له ماشي. فانا لميت التراب، فانا متخيل ان التراب ده بقى ايه، عليه دم برضو واحد من اولياء الله الصالحين وجده النبي، فمش هينفع ارمي التراب في مكان عادي. فرحت لمم التراب وشايله معايا في كيس، في كيس كده، عارف كيس يعني ايه، وخدته نعم. ومشيت بيه. وقلت ان انا هدفنه في اي تربه عندنا، اي مقبره عندنا وبتاع، بدل ما يترمي يعني في الزباله والكلام ده، اكرمكم الله. نعم. فانا برضو لغايه دلوقتي مش فاهم حاجه. فاتعرفت على صديق عراقي شيعي من بغداد، فاتكلمت معاه، كنت اعرفه على لعبه يعني. فقلت مم. له والله كذا 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 عندي. قال لي، قلت له انتوا بتصلوا على تربه والكلام ده؟ قال لي اه. قلت له طب لو كده ابعت لك التراب ده. قال لي ابوس ايدك ابعته لي. فهو مش عارف الراجل التربه دي حرام يتصلى عليها ولا لا لان فيها دم. فانا قلت له هسال. فتحت التيك توك ودخلت لقيت الحاج اسد، حاج اسد وسيف، وكان معاهم ابو منتظر. دخلت نعم. سالتهم السلام عليكم، انا سني ووضعي كذا 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 وعندي تربه كذا كذا، هل الراجل ده ينفع يصلي عليها ولا لا؟ سؤال بسيط. فقالوا لي لا ده يحتاج مش عارف فقه وايه وكلام من دوت، فهنسالك وتعالى بكره نقول لك. فرحت رايح تاني يوم قالوا لي ما ينفعش، لكن ينفع يتداوى بيها، يعني ياخد منها بعض الذره كده ويشربها لو بغيت بنيه الشفاء يعني. فقلت له مم. ماشي. فخلاص بقت ايه، بقيت يعني اخرج من البث واجي اسمعهم من بره، اشوف بيقولوا ايه المجانين دول. لغايه نعم. ما اكتشفت مظلوميه الزهراء هي اللي فرقت معايا جدا، خلي بالكم يعني. لما تاكدت من مظلوميه الزهراء وبقى سيف يطلع روايات ويطلع احاديث، انا انصدمت من الروايات والاحاديث دي، ازاي دي الكلام ده موجود. فبقيت يعني اخد سكرين شوت واروح ادور، اكتشف ان كلامهم صح. لما بس انا برضو يعني خايف ان انا العن او اترضى او الكلام ده. طب يا جدعان، ما هو سيدنا الامام علي اولى فعلا بالخلافه. طب يا جدعان ازاي ابو بكر اللي انا كنت شايفه من القاده وشايفه راجل عظيم هو اللي نفع الامه، وازاي عمر بن الخطاب واحد زي سيف يقول عليه كده؟ ده النبي كان بيقول لو كان نبي بعدي لكان عمر. الكلام ده كان بيدور في دماغي. طب دور يا مؤمن شوف، يمكن الناس دي تكون صح. ادور ادور ادور، اكتشفت ان الناس دي صح. رحت صاعد، كان ابو بكر وسيف. اول ما مم. صعدت قلت له ممكن بعد اذنك تثبت لي مظلوميه الزهراء؟ ثبتها لي بناء على معلومات عندي انا من الاول، انا مجمعها ومخليها جنبي. اول ما ثبت لي كده فقلت له طيب انا ينفع يعني انطق الشهاده وما لعنش عمر وابو بكر وعائشه؟ ينفع ما لعنهمش؟ قال لي ينفع. اللعن يعني مش شرط اساس. برأت منهم. بس انا اللي عايز اقوله لك والله العظيم، يعني والله العظيم يا شيخ علاء، الكلام ده يعني يمكن اول مره اقوله لحد يعني. انا من ساعه ما اتشيعت بقالي 5 شهور
كانت حياتي حلوه الاول ماديا وفي في الشغل وفي كل حاجه. صدقني من ساعه ما اتشيعت وانا اتدمرت، حقيقي صح. اتدمرت. ده والله ده بامانه الله حقيقي فعلا اتدمرت. يعني مديري في العمل بالصدفه شافني بصلي على تربه، يعني انا ما اعرفش ان في المصليه كاميرات بتاعت الشغل، فهو شافني وانا بصلي على تربه، فبص عليا كده قال لي تعالى انت بتصلي على تربه؟ قلت له لا، فوراني الفيديو، فقلت له اه. خلاص انا فارق السيف والغمد، يعني هقول له ايه؟ فتخيل يعمل معايا ايه بقى. هو قال لي احنا عشرة بقالنا 15 سنه وانت من المهندسين الشاطرين عندي وانت اخويا انت وفي بين مهندس؟ عيش وملح. اه قلت له اه. فقال لي انا مش هينفع ابلغ عنك، لو بلغت عنك انت عارف هيعملوا فيك ايه. قلت له اه. قال لي فاللي انا هعمله فيك ان انت تقدم استقاله وتمشي من الشغل. قلت له طب انا مش عجيب. معايا شغل تاني، اروح فين دلوقتي؟ تخيل يعمل فيا ايه يا شيخ علاء. انا بقول ايه. الكلام ده قدام 800 شخص اهو. خصم 60% من راتبي. حسبي الله عليك. علشان ايه؟ علشان خاطر اسيب الشغل وامشي. قلت له لا انا مش هسيب الشغل. فكلامي دوت بقوله للناس اللي هم عايزين مثلا فاكرين ان البني ادم لما بيتشيع ده بياخد فلوس ده بياخد دعم ايراني زي ما هم كانوا بيقولوا، زي ما بيقولوا مؤمن تشيع عشان الفلوس. صدقوني الموضوع مش كده. يعني انا الاول لو كانت خصم مني في المية من مرتبي كنت ببقى حزين وببقى زعلان، لكن دلوقتي خصم 60% ما عنديش مشكله، انا من نفسي راضي. اقسم بالله العلي العظيم، اقسم بالله العلي العظيم، انا الاول قبل ما اتشيع كنت اخاف بالموت. تحصل لي حادثه عربيه، تحصل لي حاجه في الطريق، انت فاهم، انسان طبيعي. لكن من اتشيعت سبحان الله الخوف ده اتنزع اصلا. اقسم بالله يعني الكلام دوت انا مش بقوله يعني، يعني انا شيخ علاء يمكن تعرفني انت، انا ما يهمنيش حد يعني فاهم. نعم. فالخوف ده اتنزع مني. يعني تخيل زي واحد زي ابو معاذ مثلا، راجل كبير، كل ما يجي يشوفني ده طالع بس ولا حاجه، اول ما يطلع اول حاجه يسبني. قالوا عليا ان انا مسيحي مش مسلم، قالوا عليا ان انا عراقي وتعلمت اللغه المصريه في ايران وجاي ان انا اطعن. والله العظيم والله الكلام ده موجود. يا اخي ابو معاذ اسمع. الراجل، ابو معاذ الراجل الكبار اللي المفروض هو يعني على الاقل حافظ ايتين من كتاب الله، اول ما ادخل اي بس يشوفني يقول لي تعرف الشيخ حسن شحاته؟ قلت له اه. فبس الدكتور اسمه عاصم يقول لي تعرف الشيخ حسن شحاته؟ قلت له اه اعرفه. قال لي ان شاء الله لو اعرف مكانك هنعمل فيك زيه. قلت له طب ما هو لان ده دينك وده دينك، ده اخرك انت.